الباب بيخبط، بفتح كده يا جماعه لقيت مين في وشي؟ لقيت جوزي وابني والتورته بتاعت عيد ميلادي. عايزه اقول لكم قفلت على طول في وشهم، وحرفيا بجد والله يا جماعه اتفاجئت، عشان خاطر انا كان خلاص عدى اصلا على عيد ميلادي شويه حلوين، وفي نفس الوقت الشقه عندي بصوا تضرب تقلب. واصلا جوزي كان قايل لي ارحبي جهازي على منزل بس انا وهيما كده نجيب حاجه على طول عشان خاطر نخرج، وجهازي على طول واحنا جايين. اتصدمت بجد حرفيا ان هم اصلا جايبين لي تورته. كانت بجد مفاجاه بالنسبه لي حلوه جدا جدا. قلت يلا يرحب بسرعه ايه، خليهم كده واقفين على الباب على ما تروق الدنيا كده على طول على الوش، عشان خاطر لو هنتصور لو حاجه تبقى الدنيا كمان متروقه. بصراحه انا روقت بسرعه كده من غير تصوير عشان ما افضلش موقفه على الباب كتير. يلا نحتفل. قولوا لي بقى كل سنه وانتم طيبه في التعليقات. يلا حالا بقى. انا خلاص يا جماعه هيما مش مستحمل عايز يخش على التورته، فراح يهف الشمعة على طول. هيكون عيد ميلاد. اداني بوسه. اسعد زي تو يو هابي باي زي تو يو. هيموت ياكل تو يو. يلا نهف. انا سيبه لك هيخليك تولعها. بصراحه كان بجد احلى عيد ميلاد بالنسبه لي، يعني خصوصا ان هو يعني جوزي افتكرني، وان انا وهو وابني بس كده على قدنا، حاجه كده سيمبل ما شاء الله الله اكبر وشيك قوي. عايزه اقول لكم كمان ان التورته جميله وعجبتني جدا. بس بصوا يا جماعه القطعه اللي اتقطعت ديت عشان خاطر ابراهيم، بس عشان يسيبنا ننزل. حرفيا كنا عايزين ننزل ومش راضي ويعيط اللي هو لا عايز ياكل من التورته. انتوا عارفين بقى الاطفال، يا دوبك قطعت له حته وما كلهاش اصلا، خد منها عارفين انتوا الشوكليت اللي على الوش ديت او الفاكهه وخلاص. وبعد كده خرجنا، قلت له لا ما انت يا ابراهيم برضو مش هتبوظ عليا الخروج اللي ابوك موعدني بيها. اصلا من الاول محمود قال لي ايه البس عشان خاطر نخرج، فاتاريه بيجيبوا التورته. وبعد كده خلصنا ونزلنا على طول كده اتفسحنا شويه كلنا بره. بس بجد الخروج يا جماعه مع اطفال فرهضه جدا جدا جدا. يعني تخيلي تبقي خارجه كده ببرستيجك وانت في الخروجه اصلا تلاقي ابنك بقى ايه بيضربك بالقلم، بيشدك من الطرحه عشان خاطر هو عايز حاجه مثلا، فانت بتقولي له لا، بتقولي له نو، ومع ذلك برضو بيحرجك. اللي هو بجد انا كنت قاعده محرجه جدا، لقيته شد مني الطرحه كده قدام مامي برضو معاها طفل قد ابراهيم، بقينا انا وهي نبص لبعض نضحك اللي هو مش عارفين نقول ايه لبعض. هي كمان يا حبيبتي ابنها برضو كان عمال يشد منها الطرحه والكلام ده كله، وتصاحبنا على بعض. هنا بقى ايه يا جماعه واحنا بناكل، الولد اللي هو ماسك اللعبه ديت اللي بيطيرها، عايزه اقول لكم احنا اشتريناها لابراهيم، بس فعلا مش عارفه اعملها له. يعني مش عارفه، مع ان الراجل فهمني تتعمل ازاي وبرضه ما بقتش عارفه خالص. لكم ايه يا جماعه اقترحوا عليا بقى هديه لعيد ميلاد جوزي، لانه ان شاء الله عيد ميلاده كمان كام يوم، وبصراحه هو جاب لي هديه لعيد ميلادي، بس هفاجئكم بيها ان شاء الله في فيديو اللي جاي او اللي بعده باذن الله بالكتير. فاقترحوا عليا انا برضو هديه لجوزي تبقى حلوه، تفتكروا اجيب له ايه؟ عشان خاطر انا هو عيد ميلادنا قريب كده في نفس الشهر، يعني هو في شهر وانا في شهر. هنا يا جماعه سبايدر مان دوت لقيناه واحنا بناكل، طبعا ابراهيم مش هيسكت عايز طبعا سبايدر مان. جبتهوله برضو، بس كان جميل قوي سبايدر مان دوت، ورق كده حلو يعني. عايزه اقول لكم بجد طالما خارجين ومعاكم طفل او طفله، انتوا بتبقى ليكوا اصلا ميزانيه تانية في الفلوس عشان خاطر الالعاب اللي هتلاقوها، الحاجات اللي هيشبطوا فيها. بجد ربنا يقوينا كلنا والله ويحفظ لنا ولادنا يا رب. طبعا السكوتر ده برضو لقى طفل كده اكبر منه شويه خلاه يلعب معاه والكلام ده كله. هنا كده كنت بصور لكم المكان اللي احنا كنا منه، بجد طعمه حلو جدا جدا. وهنا كده واحنا في المطعم بحاول اتصور صور لطيفه لذيذه، بس بصوا الطرحه وقع مني اصلا، مش عارفه اخد يعني برستيجي خالص في التصوير بصراحه. بجد ربنا ما يحرمنيش منك يا حبيبي، وتعيش وتعملي مفاجآت، وان شاء الله اعيش واعمل لك مفاجآت. بس بصوا يا جماعه برضو قاعد برضو بيتفرج على الماتش واحنا قاعدين في المطعم. هنا برضو ابراهيم بقى مش ساكت، اللي هو ايه ياخد سبايدر مان يضربني بيه، ياخد سبايدر مان يضرب بيه بابا. بس يا جماعه كل ده هزار، كل ده طبعا زي السكر كده على قلبنا، ربنا ما يحرمناش منه ويقدرنا ان شاء الله، ونعمل له احلى حاجه هو نفسه يتمناها، ونشوفه احسن الناس في الدنيا. ممكن بس كده انت بتتفرجي على الفيديو تصلي على النبي وتقولي لي تحت في التعليقات ايه المغامرات اللي بتلاقيها مع خروجاتك انت وجوزك وعيالك او ابنك او بنتك. يعني عرفيني وحسسيني بس ان انا مش لوحدي. بحبكم جدا جدا، صلوا على النبي كتير، كل سنه وانتم طيبين يا رب. واكتبوا لي يا جماعه برضو في التعليقات اجيب ايه لجوزي بمناسبه عيد ميلاده، عشان خاطر بصراحه انا فكرت كتير ومش لاقيه.